منظمة الصحة العالمية من فترة صغيرة أعلنت إن جدري القرود بقى حالة طوارئ عالمية، وبعدها على طول وزارة الصحة المصرية أعلنت حالة التأهب لمكافحة انتشار مرض جدري القرود في مصر. فتعالوا بقى نتكلم شوية عن جدري القرود، نعرف هو عبارة عن إيه وإيه أعراضه وطرق انتشاره وتشخيصه وإزاي نحمي نفسنا منه. معاكم دكتور عمرو نبيل الطنيخي، وأهلا بيكم في فيديو جديد. جدري القرود ومعروف علميا باسم الانبوكس هو مرض بيسببه فيروس جدري القرود. فجدري القرود هو عدوى فيروسيه بينتشر بين الناس، يعني ممكن ينتقل من شخص للتاني، وبرضه ممكن ينتقل من الحيوانات المصابه بجدري القرود للاشخاص لو حصل اختلاط واتصال بين الحيوانات والاشخاص. وجدري القرود مش مرض جديد ولا حاجه، لان تم اكتشافه لاول مره سنه 1958 في الدنمارك، واول اصابه كانت لطفل في الكونغو في سنه 1970. وللأسف مؤخرا جدري القرود رجع ينتشر من جديد، وعشان كده منظمة الصحة العالمية أعلنت إنه حالة طوارئ عالمية. في الأول بس عشان نطمن، أغلب المصابين بجدري القرود بتكون الأعراض عندهم بسيطة أو متوسطة، ولكن اللي بيكونوا معرضين لأعراض شديدة شوية من جدري القرود هم الأطفال والستات الحوامل والناس اللي عندهم ضعف في المناعة. في الأغلب الشخص المصاب بجدري القرود بتبدأ تظهر عليه الأعراض بعد الإصابة بحوالي أسبوع أو أسبوعين، ولكن عند بعض الناس ممكن الأعراض تظهر بدري بعد أيام من الإصابة، وعند ناس تانية ممكن الأعراض تتأخر لحد 3 أسابيع. طيب إيه بقى أعراض جدري القرود اللي بتظهر على الشخص المصاب؟ أول وأهم عرض هو الطفح الجلدي. بالإضافة للطفح الجلدي بيكون فيه سخونية وصداع وتكسير وآلام في الجسم والعضلات. كمان بيكون فيه ضعف عام عند الشخص المصاب وشعور بالتعب والإرهاق، بالإضافة لتورم في الغدد الليمفاوية في الجسم، ودي حاجة مهمة جدا في جدري القرود. ولكن جدري القرود مش لازم يجي بكل الأعراض دي في وقت واحد، ومش لازم أصلا كل الأعراض دي تحصل، ولكن عند عدد كبير من الحالات المصابة بجدري القرود بيبدأ المرض بظهور الأعراض اللي بتكون شبه أعراض الإنفلونزا، زي السخونية والصداع والآلام وتورم الغدد الليمفاوية. بعدها بقى بيبدأ يظهر الطفح الجلدي وينتشر في الجسم، والطفح الجلدي ده ممكن يكون بسيط أو متوسط أو شديد. والطفح الجلدي بيمر بكذا مرحلة. في الأول بيبقى عبارة عن نقط حمراء صغيرة في الحجم ومنتشرة في الجسم. بعدها بقى النقط الحمراء الصغيرة بتبدأ تكبر في الحجم وتكون كور صغيرة، والكور دي بتكون معبية جواها سوائل وصديد. وعند عدد كبير من الناس الطفح الجلدي ده بيكون مزعج وبيسبب وجع وآلام. بعد فترة الطفح الجلدي بيبدأ ينشف ويكون قشرة. زي ما قلنا من شوية، معظم المصابين بجدري القرود بتكون الأعراض عندهم بسيطة أو متوسطة، بتستمر من أسبوعين ل4 أسابيع، وبعد كده الشخص بيخف والدنيا بتكون تمام وزي الفل. ولكن للأسف عند نسبة بسيطة من الناس، خصوصا الناس اللي عندهم نقص في المناعة، لو جالهم جدري القرود ممكن تكون الأعراض شديدة وتؤدي لمضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة. تعالوا بقى نتكلم عن طرق انتشار جدري القرود بين الناس. الحمد لله لقوا ان جدري القرود طرق انتشاره مش بتكون سهلة زي الكورونا، فنأمل ان شاء الله ان الامور الفترة الجاية تعدي على خير وما يحصلش نفس اللي حصل في فترة كورونا. جدري القرود ممكن ينتقل من شخص للتاني، واشهر واهم طريقة هي التلامس والاختلاط المباشر مع الشخص المصاب، زي انك تلمس اماكن الطفح الجلدي عند الشخص المصاب، او انك تلمس الاسطح الملوثة بالفيروس، او تستعمل نفس الادوات اللي كان بيستعملها الشخص المصاب، لانهم لقوا ان الفيروس ممكن يفضل موجود على الاسطح او الملابس او الملايات او الفوط اللي استعملها الشخص المصاب. فعشان كده مهم جدا جدا نهتم بالنظافة الشخصية، ونهتم بتعقيم وتطهير الأماكن اللي كان موجود فيها الشخص المصاب بجدري القرود، وده عشان نحد من انتشار الفيروس. كمان جدري القرود ممكن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين الزوجين لو كان أحد الزوجين مصاب بجدري القرود. كمان في طرق تانية لانتقال جدري القرود من شخص للتاني، ولكن أقل انتشارا من التلامس والاختلاط المباشر، زي الرذاذ والكحة والعطس من الشخص المصاب، خصوصا لو كنت قريب قوي في المسافة من الشخص المصاب وبتتكلموا مع بعض لمدة طويلة بالساعات. ولكن الحمد لله الانتقال عن طريق العطس والكحة ده أقل انتشارا بكتير من التلامس والاختلاط المباشر. كمان جدري القرود ممكن ينتقل من الحيوانات المصابة بالفيروس للأشخاص المخالطين للحيوانات. إزاي بقى بيتم تشخيص جدري القرود؟ طبعا في الاول الدكاتره بيستبعدوا اي امراض ممكن تعمل اعراض مشابهه لاعراض جدري القرود، زي الجدري المائي والحصبه والهربس وغيرهم من الامراض التانيه اللي فعلا ممكن تعمل اعراض مشابهه لاعراض جدري القرود. ولكن التشخيص التأكيدي بيكون عن طريق اننا بناخد مسحة من اماكن الطفح الجلدي ويتعمل لها PCR، وده بقى اللي بيأكد او بينفي وجود الفيروس. طيب لو انت شكيت بقى انك ممكن تكون مصاب بجدري القرود من خلال ظهور الاعراض اللي اتكلمنا عنها خلال الفيديو، المفروض تعمل ايه؟ اول حاجة لازم تعزل نفسك عن كل اللي حواليك وتروح لاقرب مستشفى حميات، وهناك بقى الدكاترة يعملوا معاك اللازم ويقيموا حالتك، وعلى اساسها الدكاترة يقرروا هل حالتك محتاجة عزل في المستشفى ولا العزل ممكن يكون منزلي لو كانت الحالة بسيطة.
بسيطه. ولو اتشخصت بجدج القرود مهم جدا تتجنب مخالطه اي حد لحد ما تخف وتبقى كويس. ولو هتتعزل في البيت فلازم يكون في اوضه لوحدك ويكون لك ادواتك الشخصيه، ما ينفعش حد يشاركها معاك، وتنظف ادواتك بنفسك وتنظف الاسطح اللي انت بتلمسها. وتعالى دلوقتي اقول لك شويه نصايح لتجنب الاصابه بجدج القرود. اول حاجه لازم تتجنب الاختلاط والتلامس المباشر مع اي شخص مصاب بطفح جلدي، ودايما وانت بره البيت لازم يكون معاك كحول تعقم بيه ايديك بعد ملامسه اي سطح او ادوات بره البيت. واهتم بنظافتك الشخصيه سواء وانت في البيت او في مكان شغلك، ودايما اغسل ايدك بالميه والصابون. كده يكون الفيديو خلص. ربنا يحفظنا كلنا، وان شاء الله الامور تعدي على خير الفتره الجايه، ويا رب تكونوا استفدتم الفيديو، واستنوني في فيديو جديد. سلام عليكم.